السلام عليكم. أكد الديوان التونسي للسياحة والأسفار أن تونس ما زالت الوجهة السياحية المفضلة للجزائريين بفضل العدد الكبير من الامتيازات التي تقدمها الشقيقة تونس. وكشف الديوان التونسي للسياحة في بيان اطلعت عليه مصادرنا أن تونس كقبلة سياحية تسجل سنة تلو الأخرى أرقاما قياسية من حيث دخول السياح الجزائريين. وأشار المصدر ذاته إلى أن دخول أزيد من 3 ملايين سائح جزائري إلى تونس بارتفاع تجاوز 3.5% مقارنة بسنة 2023. وأبرز الديوان التونسي أن تونس أصبحت الوجهة السياحية الأولى للجزائريين، وفي سنة 2024 من الفاتح جانفي إلى 10 جويلية استقبلت الجارة الشرقية أكثر من 1,419,000 سائحا جزائريا بارتفاع يقدر ب 17% مقارنة من الفترة ذاتها من السنة الماضية، و26% مقارنة بسنة 2019. وعلى صعيد آخر أشار الديوان التونسي للسياحة والأسفار إلى أن 5 عوامل تجعل من تونس وجهة سياحية مميزة للجزائريين، ويتعلق الأمر بالعلاقات المميزة من حيث العادات والتاريخ والتقاليد بين الجزائر وتونس، القرب الجغرافي بحيث أن 94% من السياح الجزائريين يسافرون إلى تونس عبر السيارات والحافلات والقطارات، تنوع المنتوجات السياحية وتكييفها مع رغبات السائح الجزائري، المرافق الفندقية الممتازة. وأكد البيان أن وزارة السياحة التونسية لا تدخر أي جهد من أجل توفير أفضل الظروف لاستقبال سياحها، بشكل خاص السياح الجزائريين الذين يحظون بعناية خاصة من طرف الحكومة التونسية بالنظر إلى العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين الجزائر وتونس. يشار إلى أن الجزائر تمتلك علاقات مميزة مع الجارة الشرقية سياسيا وتجاريا وأمنيا وتاريخيا.